فما كليونات ولا؟ والله المدة اللي فاتت فما روس، فما شوية روس جو معنا. جروب 1600 تقريبا. في الويكاند؟ طبعا عندهم جمعتين بس. وبرسا في أيامات الجمعة كيفاش حمامات سود؟ والله صافا كالم. هي كالم معناها تخدم ولا؟ شوية شوية. كالم على خاطر مش تجيبوا حاجة باهية لك أنت. الدنيا كالم معناها فماش ناس. والله معناها بلوز موا فهمت. معناها كي تسمع أنت الأخبار وكل شيء تقول معناها ما فماش توريزم، فما تحسين صورة، فما حاجة باهية. معناها فما توريست. فما. توا كي نحكيو على التوريزم التونسي نقولوا انه لي زالجيريان اللي هما مهمين برشا في السياحه التونسيه، اما يقول لك ما عادش يجيو ياسر الجزائريين. ممكن نقصوا، ممكن. علاش؟ شنو سبب؟ بالك الظروف امنيه تاع تونس شويه يخاف. انا قبل ما نجي وشرك الله هكا رايح وخاطيو منا وهكذا خطيك وجيت لهنا قلت لهم والله ما كان شيء. وكل يكلموني من الدار يعيطوا يا روح واش كاين؟ صافي قال لك ما نزيدوش نشوفوا تلفزيون يكذبوا يكذبوا هذه. ويقولوا يعني معناها انت تجيب الكهرباء ولا؟ الكهرباء. معناها كي وتتعدى معناها الظروف كيفاش تتعدى من الجزائر لتونس؟ والله لاباس الحمد لله. قاعدين نعملوا في برنامج على السياحه في تونس. ما فما شيء خوف، ليه نحن ماناش خايفين. عندنا صغار. احنا كعائله انجليزيه نسافروا برشا ونمشيو لبرشا بلدان. المشاكل والعنف موجودين وين ما مشينا. احنا في حمامات بعاد على تونس العاصمه، هوني ما فماش مشاكل. معناها ما قابلتكم حتى مشكله هوني؟ لا حتى مشكله. لاباس؟ صافا. توا قداش تقعد تستنى هكا باش تلقى كليون؟ نقعد بالساعتين وبالثلاثه بالاربعه، ساعات نلقوا وساعات ما نلقوش. انت تو تخدم في حمامات هوني، حمامات سود، فما توريست؟ فمش ما نمش توريست، نمش اطلع رب ما نمش، مش توريست. ممكن في وسط الجمعة وشتاء اي في وسط الجمعة تعرف حاجة خفافي وبرا، حاجة خفافي. في كان خير. اي في الويكاند خير. ما تاكل برا تو في الصيف شوية، ما في الشتاء شيء. تو قداش تكريها بالوقت؟ لا بالدورة نعملوا بالدورة. الدورة قداش؟ 10,000 15,000 احنا والخدمة. قد عملت من دورة اليوم؟ ايش عملت 20 دورة ما صورت حتى فرنك. علاه؟ ما ذمش خدمة. ما درت حتى بكليون ما فماش كليونات، كليونات ما ذمش، لا رب ولا توريست. انا باش نقص. عايش كرهم وديك، عايشك مع السلامة عايشك. الحمامات الجنوبية منطقة جديدة عمرها قرابة 10 سنين، تعرف حيوية كبيرة في الصيف، أما في الشتاء تعيش فترة صعيبة برشا، وكي تزيد عليها الوضعية خاصة اللي تتعدى بها تونس اليوم تولي المشكلة أزمة تخنق أهل المهنة خاصة المادية. سمعت على مشاكل الأمن في تونس وشنو تكتب الصحافة على هذا؟ سمعت هذا، وصلتنا الأخبار في إنجلترا، برشا قالوا لنا اللي أحداث العنف في تونس العاصمة وضواحيها بعيد على الحمامات. الصحافة الإنجليزية كتبت وعدت الأحداث في تونس. الأخبار ظهرت لك صحيحة ولا لا؟ توا لا، أنا هوني في الحمامات ما شفتش مشاكل. Okay. تأثر أخبار الصحافة العالمية على الوضع الأمني في تونس بنسبة كبيرة على السياحة، والأشهر الأخرى عرفت برشا إلغاء حجوزات من عديد الدول، والسبب ديما اعتبار تونس وجهة أريسك. نجم نسألك على السياحة في تونس؟ احنا من انجلترا. You are English. Yeah, English. أنتم إنجليز، سمعتوا على وضعية السياحة في تونس قبل ما تجيو؟ Yes, definitely. Are we on the news? سمعنا، شفنا في الأخبار، الوضعية ماهيش مستقرة. Stuff like that, really. تحس بالأمان هوني ولا لا؟ A little bit on edge with مش ديما، الناس هوني ساعات تلح برشا خاصة في الحوانط كي ندخل نشري حاجة. Like that towards us, trying to get us into the shops and to buy things and stuff. والأمن في الحمامات؟ نحسوا بالأمان، ما قابلتناش مشاكل هوني، ما ندمناش على الجيان لتونس، الإقامة باهية هوني. Outnumbered as such because it's only us two, do you know what I mean? So, but yeah, we're enjoying it at the minute.
we're enjoying it. الخدمة ماشي باهية. كيفاش؟ فماش تورست. ماش خدمة معناتها. تو الصباح تشوفيه ما ثما شيء. ربي يستر. البريود هذه خايبة شوية كذا ولا؟ البريود هذه وعندك فهمتي البريود هذه وثما مثلا كان حتى عملنا ماشي هي. حتى خدمة ماشي هي. قبل كانت خدمة باهية. تو بديت مصورة ورد ثاني نقص الخدمة هذه. تعيش الحوانت اللي تبيع الصناعات التقليدية أزمة مربوطة بنقص التوريست في الوتلة. مش وحدها، خاطر التاكسيات واللي ريستوران يعيشوا نفس الوضع، ديما في حمامات جنوبية لونها جا فارغة وتنجم تقول مهجورة. سي محمد، يعني توا احنا تقريبا في ساعة وربع، انت هوني في الريستوران مسؤول على الريستوران. ما فما حتى كليون. علاش؟ والله الوضع نتاع البلاد ما يفرحش باش الناس تخرج تقريبا بيديهم ويشوفوا حل للسياحة كاملة اون جينيرال، مش كان هنا راهو معناها وين تمشي. فما حوايج ان شاء الله دولتنا تحاول تصلحها الأكثر الأقل. يعني احنا ماشيين بورت هكاك عنده فترة ديما هكا وناخذوا فما برشا حوايج. كيفاش تنجموا تغلبوا انتم على الحاجات هذوما معناها؟ كيفاش تنجموا تعيشوا معناها؟ والله توا حاليا نعيشوا في أزمة مش باهية ماديا ومعنويا. كيفاش؟ اعطيني اكزامبل. صعيبة هاك تشوف انت ما فماش خدمة، لي شارج برشا كثرت، الغلاء أكثر، خدامة ان شاء الله يوصلوا باش الشركه تتخلصهم وكل هكا. نمروا بفتره اللي هي مش باهيه بالكل. اليوم من الماضي ساعه ونص قداش عملتوا من كليون تاع؟ كليون هاك تشوف فيها. ورغم الريستوران معروف وباسمه معناها نورمالمون الوقيت هذاك قبل كان خير في النهار خصوصيا في الليل بالقدا، اما تو لا في النهار لا في الليل. الوضعية تشبه لبعضها، فما شكون سكر وفما اللي واقف يستنى في ديكليون. كيما سي إبراهيم يخدم في ميدان السياحة عنده أكثر من 25 سنة. قداش عملتوا من كليون اليوم هكذا؟ اليوم زيرو كوفر. زيرو كوفر، ما حتى كليون. ماناش حتى كوفر. كليون لا. وحاجة عادية معناها توا؟ لا مش عادية، سي با نورمال. غير عادية بكل. والله العظيم غير عادية. قلت 40 سنة أول مرة أول عام تصير المشكلة هذه في تونس. عمرنا ما عملنا زيرو كوفر. عندنا ديشارج، عندنا كذا، عندنا ماء، عندنا ضوء، عندنا عائلات، مش حكايه عائلات تخدم هنا. تلقى هنا على الاقل 3000 4000 خدام هنا عما تزيد برك. هنا السياحه الداخليه ما عادش خارجين توانسه ما يجيوش. كنا نخدموا قبل نسكروا 3 نتاع الصباح بالتوانسه، يهبطوا من تونس لهنا ويرجعوا يعملوا النافات ماشي جاي ما يخافش مرتاح مطمئن. تو ما عادش يهبط لك التونسي. ما مادام فما كريس نعملوا السبت وحد ما عادش تخاف ما عادش يخرجوش التوانسه ما يجيوش. مش مرتاح مش مطمئنين. شكرا سي علي. يعيش هو زاد الأزمة، عنده قهوة هنا. قد صرفت عليها قلت لي؟ حكاية 130 مليون. 130 مليون، وقتها حليت؟ حليت في جوان 2012. 2012 ما جيت شوية في وسط اي شوية مؤخرا. وتوا فارغ فما حد هنا؟ كيما الناس الكل معناتها. مش حتى شتاء حتى كريس في البلاد. قبل كمان كانوا يجونا شويه توانسه. الويكاند تخدم انا شوية؟ حتى قبل ما نحن نعرفها الحمامات كيفاش كانت تخدم شويه. والويكاند تخدم شويه ولا؟ حتى الويكاند لا خدمنا في الصيف شويه، سينو كار الصيف ما فماش خدمه. كيفاش تدفع للشارج بتاعك مانيش قاعد ندفع تو. كيفاش تعمل معناتها اللي كاري من عنده صابر عليه. تو معناتها ونسبيرون تتحركش شويه. في الصيف نولي نخلص كل شيء مع بعض. قدمنا شويه وين مارينا حمامات جنوبيه، وين قابلنا زوز توريست فرانسيس في تراس نتاع ريستورون. الصحافة في فرنسا تحكي وتعلق على الحدث، وبعد ما عادش تحكي بالكل. Après, effectivement, on connaît l'impact du tourisme ici.
ونعرفوا تأثير هذا على السياحة الهوني. احنا عملنا ريزرفاسيون قبل اغتيال شكري بالعيد وسألنا رواحنا نجيو وإلا لا. أما احنا متضامنين، قلنا إنه الشعب يعيش بالسياحة وما نتصورش الوضعية كارثية. Le tourisme, c'est un secteur important quand même. Il y a des centaines de milliers de gens qui travaillent. قد إيه يمثل القطاع في الاقتصاد؟ 40%؟ تقريبا بين 10 و 15% من البي بي. 15 و 20. انتم هوني عندكم ايامات؟ نهارين. الحمامات كالم ولا لا؟ كالم. احنا جينا للراحة، فرحانين، الجو رايد، الطقس باهي، فما شمس، غدوة باش نمشيو لتونس العاصمة. باش نغامروا ونمشيو للعاصمة. قالوا لنا ما فماش مشاكل. لازم تسألونا في آخر إقامتنا لهوني باش نقولوا لكم شنو راينا. Pour vous dire exactement ce qu'on a ressenti. Non, jusqu'à maintenant tout va bien, il n'y a pas de raison. Vous êtes satisfait? عجبكم الأوتيل والخدمات فيه؟ L'hôtel va très bien. الأوتيل باهي، الاستقبال زادة. لاهين بينا برشا في الأوتيل. حسينا اللي هما يحبونا نقولوا حاجة باهية على تونس. فما شمس في فيفري. الشمس حاجة طبيعية. خرجنا من مارينا باش نمشيو لوتيل تعرف بنوعية الكليون تاعو وخدماته الأود جام. وقابلنا سي طلحة الحسيني مدير النزل توا سنوات، عنده 40 سنة في قطاع السياحة. سي الحسيني مرحبا بك. دونك انت المدير هوني نتاع الاوتيل هذا اللي هو ريبوتي ان يكون اوتيل دولوكس. لا مش ريبوتي، هو اوتيل دولوكس. اي معناها عندنا حرفاء توانسه محترمين والتوانسه هم اللي منعوا لنا الموسم تاع 2011 والموسم تاع 2012. لو ما كانوش التوانسه ما كناش نعملوا الارقام اللي عملناها. باهي واليوم تمروا بازمه كيما يمروا بها ليزوتيل كبيره. مفهوم. والسياحه سياحه تاع الناس الكل معناتها مانيش خاص على البقعه ولا السياحه تتبع تونس الجمهوريه معناتها. لو كان تونس الوضع نتاعها السياسي موش راكح والعباد ما ثماش امن واستقرار معناها ما ثماش امكانيه باش السايح لو كان يفقد الثقه راهم يعاود يرجع لما الثقه ترجع. لما الثقه ترجع له ويوليوا الجرايد يتكلموا في الخير ويقولوا تونس ركحت وكذا. توا الوقت الحاضر ماهوش هذا اللي صاير في البلاد. دونك الكاباسيتي بتاعكم انتم قداش من؟ احنا عندنا 211 جناح مش غرف. دي سويت ولوكيباسيون قداش توا؟ لا كان نقولها لك توا تسكر الكاميرا وتمشي على نفسك تحشم لوكيباسيون. تحشم لا ما نعطيش ارقام لان تحشم ارقام تحشم وفي وضع اخر يمكن المول كان ينجم يسكر جمله. اما المول الحمد لله فما بنوك ورانا اللي هي نجموا تمروا من نمروا ان شاء الله الامور تتحسن. لو كان الامور ما تتحسنش ينجم يقرر باش يسكر. لا الوضع صعيب ياسر الناس الكل. هنا اغلبيه الوتله مسكره في المنطقه. اغلبيه توا كان تشوف السواح اللي موجودين في الجهه هذه بكل ما يعبيوا زوز ولا 3 وتله راهو. فرقم 20 هنا 10 هنا 15 غادي 40 غادي مع الاسف. انت توا سي حسيني عندك اكثر من 40 سنه في الخدمه هذه. اسكو تشوف انه تونس غلطت كي عملت على التوريزم كقطاع معناها الاقتصاد يمشي به معناها عنده نسبه كبيره من الاقتصاد تمشي بالسياحه؟ اليوم كي نلقاو رواحنا في ظروف هكا شكون نجموا نعملوا غير احنا الغلطه اللي عملتها تونس هي اللي اختارت نوع تاع السايح اللي هو السايح الفقير. اما ما غلطتش في السياحه لان عندنا البحر وعندنا الشط وعندنا الناس عندنا ديزاتون وعندنا الناس اللي تخدم. ومش سهل راهو مش فايده تبني الاوتيل بني الاوتيل باهي لكن الناس اللي تخدم موجوده. وهذه الازمه اللي توا مرينا بها في العامين هذوما ما كانتش قبل كانت الامور لاباس عليها. اسكو انتم تنجموا تمشيو في بوليتيك كما يعملوا برشا وتله انه يهبطوا في الاسوام باش يجي السايح؟ لا الشركه نتاعنا ما تهبطش في الاسواق نتاعها مهما كانت الظروف. كيما الوتله الكل عرف لوتيل ديزانيولاسيون مهمين
900 ليلة تم إلغاء حجزها في الفترة الجاية، معناها خسارة ب 500 ألف دينار تقريبا. مش بعيد على النزل سي الحسيني وتيل آخر يعرف نفس المشاكل تقريب كما يقول مديره سي عماد. الجروب مثلا كان عندي ان جروب امريكان هذا من لو 7 مي لو 1 جوان. كانوا باش يجوك دي امريكان. دي امريكان معناها دو جروب ودخلنا في معناها منافسه كونكورونس مع 600 واحد كمان. 600 واحد والبريود من 7 مي ل 1 جوان مليار مشى. معناها كنا ناخذوا مثلا انطلاقا من نوفمبر تسبقه معناها باش نجموا نعيشوا خاطر في الشتاء خاطر الفلوس زاد انيولي وقتاش هو؟ لو انيولي لو 17 سبتمبر هذا من لو 14 سبتمبر احداث السفاره وقعت 3 ايام بعدها وبعد قال لك شود بي كانسل. سي عماد نشوف الضوء يعني ناقص شويه ولا تعيشوا اون فياز توا؟ نعيشوا اون فياز كيما الضوء هكا توا يعني معدل نتاع تميزي 11% معناها تو دوكيباسيون نسبه الايواء تمثل 11% اليوم معناها خلف 15 معناها الحريف نسميهم بالاسم 15 حريف اجنبي والبقيه الحمد لله معناها عندنا شركات معناها الشركات العالميه لا ما زالت موجوده تجيب التكنيسيانات عندنا شويه معناها كلي كونفونسيون هكا هو الموجود معناها حتى توانسه السياحه الداخليه ما يتحركوا اذا واحده كان مناسبات ولا في الويكاند ما تتخيلش اللي انت توا عندنا معناها سياحه داخليه سياحه داخليه مناسباتيه. شنو الحل يا عماد المشكل هذايا تو؟ الحل تمشي لي زوتيليي يقولوا لك نفس لو ديسكور نفس المشاكل نفس الواحد وتيل دو ماس ولا وتيل دو لوكس عندهم نفس المشاكل. شنو الحل في السياحه اليوم؟ الحل في السياحه يلزمها نشوفوا المشاكل جذريا مربوطه برشا ببعضها معناها كيما اللي حكاو كيما من المديونيه للتكوين للنجاعه كله مربوطين ببعضهم. ولكن في هذا الكل هذا معناها اهداف كبيره لكن قبل هذه الكل هي الضبابيه معناها نبعدوا شويه على الضبابيه السياسيه نتاع البلاد نتاعنا وتوفير الامن الصحيح. هذه السياحه في تونس صوره قاتمه لقطاع كان من سنوات التالي يعيش احلى فتراته، اما المهنيين الكل يقولوا انه مشاكل السياحه كانت متخبيه وعمرها اكثر من 10 سنين وجات الثوره ومشاكل الامن باش تعريها وتظاهرها على حقيقتها. هذه السياحة في تونس اليوم قطاع يخدم مئات الآلاف من الناس والسواد المطروح هو حتى الوقتاش أهل المهنة ينجم يصبروا على مشاكلهم. تلقاو إن شاء الله الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ديما على تونسية.